عاوز تبدأ شركتك الناشئة بس مش عارف تبدأ منين؟ سيب الذكاء الاصطناعي يشيل عنك الشغل كله. الاستراتيجية الأولى، خلي الذكاء الاصطناعي يشتغل بدالك. في يناير 2025 OpenAI أطلقت أداة اسمها اوبريتور، واللي بتقدر تعمل أي مهمة على الإنترنت لوحدها، تحجز لك تذاكر، تطلب لك طلباتك وأي حاجة تانية، بس دربها مرة وهي هتكمل شغل عنك. كمان زودوا وكلاء ذكاء اصطناعي، جوجل وانسوربيك كمان نزلوا وكلاء ذكاء اصطناعي شبهها، والشركات اللي استخدمت الأدوات دي وفرت 40% من وقت الموظفين على المهام المملة. يعني كل موظف بيوفر 23 يوم شغل في السنة. الاستراتيجية التانية، ركز على تحسين تجربة المستخدم بدل ما تلومه. الذكاء الاصطناعي مش المفروض يخليك تحس انك مش عارف تكتب طلب كويس، المفروض هو اللي يفهمك. الشركات اللي بتطور AI بيشتغل بالطريقة دي بتقدم منتجات أقوى وأفيد للناس. الاستراتيجية التالتة، استخدم النماذج اللغوية الكبيرة LLM زي لولاما. اتعلم ازاي تستفيد من النماذج دي وازاي تخليها ترفع انتاجيتك وتقلل التكاليف في شركتك الناشئه. احفظ الفيديو ده عشان تعرف تطبق الاستراتيجيات دي وتخلي الذكاء الاصطناعي يشتغل لحسابك.